وكيقول غير صبري عليا. لكن في هاد اللحظه بالضبط كان كاين شي واحد اخر كيدق بابها. تغامر بحياتك في بحر الغربه وتقاتل مع الجوع والوحده 6 سنين ديال الصبر والامل، لكن فاش ترجع كتلقاها في حضن راجل اخر. واش غادي تسامح ولا غادي تنسى؟ هذه ماشي قصه خياليه، هذه قصه من الواقع المغربي. نبداو القصه. في واحد الدوار صغير في الاطلس كان كاين شاب سميتو ياسين، ولد عائله بسيطه. والديه فلاحين عايشين غير من ضيعه صغيره. من صغرو كان قلبه عامر بالاحلام، ولكن اهم حلم عنده ماشي هو الفلوس، بل هو الحب ديالو مع سلمى بنت الجيران. كل نهار بعد المغرب كيخرجوا يقلسوا تحت الزيتونه الكبيره وكيهضروا على حياتهم. ياسين: سلمى، انا غادي نكبر ونخدم عليك، ما نخلي حتى حاجه تنقصك. سلمى كتضحك بخجل: وانا ما باغيه والو، غير نكون معاك. كانت قصه حب بريئه نقيه بحال ضو القمر في الليل ديال الصيف. لكن الحب في بلادنا عمرو ما كان سهل. الاحلام كتطلب تضحيه، وياسين كان عارف ان الدوار غادي يسد عليه ابوابه. نهار قال سلمى: غادي نمشي نجرب الحظ ديالي في اسبانيا، غير صبري عليا، نرجع ونخطبك رسمي. سلمى بكات، ولكن وعداتو: غادي نبقى لك وافيه، غير رجع بخير. تاني يوم مشى ياسين للبحر وركب في المركب الصغير. كانت لحظة وداع بحال الطعنة، وهو ما كانش عارف ان الغياب كيدوي في الدن بحال الرصاص. وصل ياسين لإسبانيا. الخدمة في الفيرما صعيبة، البرد كيخرق العظم، والوحدة كتقتل. كل نهار كيكتب رسائل لسلمى: حياتي، ما تخافيش، أنا بخير، كنتسناك. ولكن بزاف من الرسائل ما عمرها وصلات. كل ما كيحط راسو على المخدة كان كيشوف وجه سلمى وكيقول: غير صبري عليا. ولكن في هاد اللحظة بالضبط كان كاين شي حد آخر كيدق بابها. في الدوار سلمى بقات كتسنى، ولكن الناس بداو كيهضروا: واش باقي غادي تضيع شبابك على واحد ما معروف لا حي لا ميت؟ جا عندها راجل ميسور من المدينة، عنده تجارة ودار. الأب ديالها بدا يضغط: البنت خاصها تستقر، الحب ما كيعمرش الكرش. سلمى كانت كتقاوم، ولكن الدموع ديال أمها وهضرة الناس بدات تهز قلبها. والسؤال اللي كان كينخر قلبها: نختار الحب ولا الواقع؟ نهار العرس سلمى لبسات فستان أبيض، كانت كتضحك قدام الناس ولكن قلبها كيحترق. وسط الزغاريد والطبال عينيها كيتفتش في باب الدوار بحال شي واحد غادي يدخل ويقول: حبسوا العرس، أنا هنا. ولكن ما جات حتى واحد. وفي نفس اللحظة ياسين كان كيجمع آخر أورو باش يشري خاتم خطوبة. هي كانت كتلبس فستان العرس وهو كان كيتصورها كتلبس خاتم ديالو. بعد 6 سنين ديال الغربة رجع ياسين للدوار، كان فرحان كيقول: أخيرا غادي نحقق الحلم ديالي، غادي نخطب سلمى. دخل للدوار لقى تغييرات، ولكن الصدمة الكبيرة شاف سلمى خارجة من دار كبيرة معاها راجلها وولدين صغار. وقف بلا نفس، حس الدنيا كلها طاحت فوق راسو. القلب اللي كان كيضرب باسمها مات في داك النهار. واحد النهار في السوق الأسبوعي تقابلوا، العيون تلاقاو. سلمى حبسات ما عرفت تنطق. ياسين بصوت مبحوث: سلمى، علاش؟ هي دموعها كطيح: سامحني ياسين، ما قدرتش. الناس كيتفرجوا، ولكن في هاد اللحظة الدنيا كلها حبسات عليهم بجوج. واش الغدر كيتسامح ولا كيبقى جرح أبدي؟ ياسين بدا كيعيش صراع داخلي، كيقول مع راسو: علاش ما صبراتش؟ علاش باعت الحب بالفلوس؟ ولكن ملي كيتفكر الضغط والدموع ديال والديها كيتساءل: يمكن حتى هي كانت ضحية الظروف. بعد أيام ديال العذاب قرر ياسين يخرج من الدوار. قال: ما بقى لي ما ندير هنا، خاصني نبدا حياة جديدة. شد طريق المدينة وبدا كيخدم في مشروع صغير. سلمى بقات في دارها عايشة مع راجلها وولادها، ولكن كل ليلة كتغمض عينها وتشوف صورة ديالو. هو حاول ينسى وهي حاولت تعيش، ولكن الذكريات ما كتموتش. ياسين بنى راسو في المدينة ودار حياة جديدة، بقى عازب سنوات، ولكن تعلم أن الحب بوحده ما كافيش. وسلمى
رغم أن عندها عائلة بقات كتعيش بالذنب، كتقول فراسها لو كان صبرت شوية يمكن حياتي تكون مختلفة. القصة تسد هنا بلا جواب نهائي. الحب الأول بقى ذكرى كتسكن في الأعماق، والواقع كتب القوانين ديالو. واش الحب الحقيقي كيموت ولا كيبقى حي في القلب حتى لآخر النفس؟